هل تعلم ان رواية نجيب محفوظ اولاد حارتنا تم منعها من النشر؟ الرواية دي في الاول كانت سلسلة في جريدة الاهرام، وهاجمها شيوخ الازهر وطالبوا بوقف الرواية، وفعلا تم الاتفاق ان الرواية دي ما تتنشرش في مصر. علشان كده الرواية دي كانت مثيرة جدا للجدل في الوقت ده، فصدرت لأول مرة في بيروت سنة 1962 وتم منعها من دخولها مصر، بس كان في شوية نسخ اتهربت للأسواق المصرية. طب هي ليه كانت مثيرة للجدل؟ لأن في الرواية كان نجيب محفوظ مستخدم بطل اسمه الجبلاوي، وهي شخصية لها هيبة وصاحب بيت طلع منه أولاده إلى الحارة اللي هو كان بيمتلكها، واتقال على أولاده إن هم بيرمزوا للأنبياء على حسب الوصف اللي هم اتوصفوا بيه، وحتى أسمائهم كانت مشابهة لأسماء الأنبياء. واتقال كمان إن الجبلاوي كان بيرمز للذات الإلهية، وفي ناس قالت إنه رمز للدين، واللي بموته في آخر الرواية فسدت الحارة وانتهت الحياة. فطبعا تم اتهام نجيب محفوظ ساعتها بالكفر والإلحاد، وفي ناس من الجماعات المتشددة حاولت اغتياله عشان الرواية دي، ولكن نجيب محفوظ دافع عن نفسه ساعتها وقال إن قصص الأنبياء دي الإطار الفني اللي هو استخدمه، ولكن القصد إن هو ينقض الثورة والنظام الاجتماعي اللي كان سائد ساعتها. وما اتنشرتش الرواية دي في مصر إلا بعد موت نجيب محفوظ سنة 2006. إيه رأيكم في الكلام ده؟ حد فيكم قرأ الرواية؟ قولولي في الكومنت. أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.